بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المتابعين، صديقاتي المتابعات عبر كل أقطاب العالم، في إطار لقاء جديد متجدد برفقة الإعلامي أنا الإعلامي عبد السلام عيدن. اليوم سيت هذا اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ولخضم الجولة السادسة الأخيرة لدوري المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026، بحيث الوداد الرياضي البيضاوي في رصيد 12 نقطة يستضيف فريق عزام يونايتد التنزاني ب9 نقاط، إلى جانب مانياما يونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية برصيد 9 نقاط على موقعة فضاء مسرح المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء. الوداد ب 12 نقطة، وعزام يونايتد التنزاني في 9 نقاط، إلى جانب اتحاد يونيون مانياما من جمهورية الكونغو الديمقراطية. أكيد بأن فريق مانياما يونيون الكونغولي يستضيف بملعب مازامبي في مدينة ولاية لوبومباتشي بدولة الكونغو الديمقراطية، والضيف نادي نيروبي الكيني بدون نقاط، 0 نقطة بعد تأهل الفرق العربية أولمبيك في المغربية، شباب الوزداد الجزائرية، اتحاد العاصمة الجزائرية، النادي المصري البورسعيدي، والزمالك المصري، الوداد الرياضي البيضاوي في طريق نحو التأهل، وأيضا المنافسة بقوة على لقب الكونفدرالية لهذا العام 2026.